السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. خوتي خواتاتي كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وتكونوا على صحه جيده. اليوم ان شاء الله غادي نوجدوا واحد المعقوده كتجي رائعه. كاين اللي كتنجح مع المعقوده وكاين اللي ما كتنجحش معاه المعقوده، فغادي نشارك معكم هذه الطريقه كتجي بحال ديال الزنقه. فبلا ما تشروها من الزنقه صوبوها غير في الدار، كتجي كيف ما بغات تجي. المهم ديال الدار كتجي صراحه زوينه احسن من ديال الزنقه. ما كتعرفوهاش واش نقيه ولا موسخه. كيف ما شفتوا هنا راه سلقنا البطاطا، دابا غادي نقيوها بحال هكا. المهم ديال المعقوده خصها تكون حمراء. صافي غادي نقيوها بحال هكا. هي راه بردات، غنقيوها كامله وغادي نعاودو نرجعوا ان شاء الله باش نكملوا الطريقه ساهله. دابا غادي نعكوها بحال هكا بالفرشيطه. راه ساهله ودغيا كتوجد، وكيف ما كتعرفوا بان البطاطا راه دغيا كتسلق. عجبنا البطاطس ديالنا، حيتها من هذا الطبسيل هذا ما كفاتنيش ورديتها هنا. دابا غادي نضيفوا التوابل. عندنا هنايا معلقه صغيره ديال الكمون، معلقه صغيره ديال الشونيه، وتقريبا معلقه مع مرش ديال الخرقوم، والملحه حسب الذوق، وشويه ديال الابزار. غادي نخويو هادو هنايا. غادي نديرو الثومه، عندي 3 الفصوص ديال الثوم غادي نحكوهم هنايا. طبيعه الحال الثومه اولا العطريه على حسب الكميه اللي عندكم. حنا كنشوفوا الكميه. صافي دابا غادي نضيفو قزبر معدنوس. انا هنايا عندي ديجا مطحون، تقريبا معلقه كبيره وشي شويه لحقاش انا عندي هنايا الكميه راه كبيره. صافي دابا غادي نخلط كلشي بحال هكا وغادي نعاود نرجع معكم. صافي دابا من بعد ما خلطنا غادي نشدو هاد البطاطس غنديروا لها بحال هكا. انا الصراحه كتعجبني بالفرماج ديال لي ساندويتش. غادي نخلطو بحال هكا وندير هو في الوسط، لحقاش راه كاينه معقوده ديال الفرماج. اللي ما بغاش يضيف الفرماج ما يضيفوش. صافي وكنديروا بحال هكا وغادي نحطوه هكا في الطبسيل ونخليوه حتى يبرد. هاد المعقوده البنات راه ما فيهاش البيض، يعني غادي نديروها غير بالطحين والعطريه. صافي وملي غادي نديروها في الطحين غادي نقليوها بطبيعه الحال هكا، وكنجمعوا في الوسط بحال هكا. صافي وكنخلطوه وكنستمروا هكذا، كتجي رائعه. وبطبيعه الحال غادي نخليوها تبرد مزيان، وعاد ان شاء الله غادي نردو الطحين ديالنا، غادي نديرو فيه العطريه وغادي نخليوه يخمر، وعاد غادي نقليوه. غادي نفندو في داك، غادي ندخلوه في وسط داك الخليط ديال الطحين والعطريه. وبطبيعه الحال عاد غنبقى نقليو المعقوده ديالنا. صافي بقاو معايا غادي نكملوا بهذه الطريقه هذه. صافي من بعد ما كورناها حطيناها في هذا البلاطو غادي نخليوها تتجمع راسها تبرد مزيان. ودابا غادي ندوزو باش نصاوبوا الخليط ديال المعقوده. صافي دابا خلينا البطاطا حتى بردات مزيان. هنا درنا تقريبا كاس ونص حتى 2 كيسان تقريبا اللي درت انا، ما عرفتش، المهم تقريبا 2 كيسان لحقاش عندي هنايا الكميه كبيره ديال البطاطا. دابا غادي نضيفوا لها الماء. غادي نضيف واحد الكاس ديال الماء وغنضيفوا له واحد النصيص وعاد غادي نشوف. المهم الخليط ديالنا راه خصو يجي عاقد. دابا غادي نضيفوا شويه ديال الخرقوم باش يعطينا داك اللوين احمر، وغادي نضيفوا الشونيه المهم تعطينا داك اللون ديال الحموريه، وغادي نضيفوا الخميره
غادي نضيفو معلقه صغيره ونزيدو معلقه اخرى، واحد نصيص هانتوما، جوج معالق صغار وواحد شويه يعني معلقه كبيره شي شويه. دابا غنضيفو شويه الملحه صافي. هادو هما المتطلبات اللي كنحتاجو باش تبني لنا هاد المعقوده ديالنا. غادي نخلطو وغادي نشوفو يعني واش غادي نزيدو الماء او لا. وغادي نخلطو، خصنا نخلطو هاد الخليط يجي مخلط مزيان بحال الا غادي دير الكيكه، يعني خصنا نزيدو الماء. غادي نضيف واحد شويه بحال هكا ونخلطو مزيان باش ملي كديروا عليه البطاطا كيبقى يعني كيجي بحال مفشفش، ما كيهزناش الزيت بزاف وكيعطينا واحد الفقاعات كيجي رائع. وكذلك كيعطينا واحد القرمشه اللي هي غزاله المعقوده ديالنا. ودغيا راه كتوجد البنات. هكا غنخلطو مزيان غادي نخليوه باش يخمر يعني واحد 10 دقائق، 10 دقائق حتى ل 15 دقيقه الماكسيموم. صافي غادي نخليوه يخمر وغادي يجي خاتر. ملي كيختر كنرميو عليه هاد البطاطا هادي صافي كيهز لنا داك الخليط كيكون ثقيل، هي باش كتنجح معنا المعقوده ديالنا. وكذلك البطاطا بالنسبه للبطاطا البنات راه خصها تكون بارده. كاين بزاف ديال البنات كتفرتت ليهم، علاش كتفرتت؟ يعني كتكون مازال سخونه، يعني كيجمعوها دغيا الخليط راه دغيا كيخمر صافي كترميوها داكشي علاش كتفرتت. زائد الزيت كتكون يعني دافيه ما كتكونش سخونه، الزيت خصها تكون سخونه بزاف باش كتصدق معكم هاد البطاطا. فبقاو معايا ان شاء الله باش نقليوها. صافي خلينا الخليط ديالنا ها هو غادي يخمر، وهنايا غادي نرافقوه بهاد صوص طوماط كتجي غزاله باش نديروها فوق المعقوده. شدينا هنايا مطيشه خلاص طيبناها وطحناها. صافي دابا غادي نضيفو شويه ديال التوابل، شويه ديال الكمون وشويه ديال الابزار باش نرافقوها مع المعقوده، وشويه ديال الشاونيه وشويه ديال الملحه. هاد الطوماط كتجي غزاله، وشويه ديال السكر الخشن باش كيكسينا ديك الحموضه وكيجي بحال الكيتشوب. صافي وغادي نضيفو شويه ديال الزيت. انا غادي ندير شويه زيت العود وغادي ندير شويه زيت نباتيه، يعني غادي نخلط بيناتهم. صافي ما غندير فيها لا ربيع لا تومه لا حتى شي حاجه. صافي كنكتفي بهاد العطريه هادي كتجي غزاله. صافي غادي نخلطو وغادي نردها طيب. راه خمر غادي نقلبو بحال هكا وغادي نهزو، وبطبيعه الحال الزيت تكون يعني طايبه. صافي وغادي نستمروا بحال هكذا، غادي نقليوهم كاملين نديروهم بحال هكا وغادي نقليوهم. صافي نبقاو نهزو في دقه واحده ونديرو في المقله بحال هكا. الطريقه اللي ما كتنجحش معنا غادي تنجح معنا. دابا غادي نقلبوهم هانتوما، نقلبوه بشويه. شوفي كي كتجي عرفتي مقرمله، هاد الطريقه راه غتصدق رائعه. صافي كنقلبوه بشويه نشوفوا هذه واش طابت ولا مازال. كتجي واعره بحال ديال المقاهي. هذه مازال تحمر شي شويه. انا البنات كيعجبني ناكل هذا،
يجي غزال. سخون، خليته يبرد صافي ونبقاو نقلبو شويه بشويه. كانت هذه هي المعقوده ديالنا. شوفوا كي كتجي خطيره واعره الصراحه. وبالنسبه لصوص طوماط حتى هي شوفوا كي كتجي رائعه وبنينه، كتجي بحال المذاق ديال الكيتشوب لحقاش كاسينها بداك السكر، داكشي علاش كتجي رائعه. وبالنسبه للمعقوده شوفوا تما قرماشه، كتجي غزاله 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 سخونه. شوفوا كي كتجي المذاق ديالها واعر. فنتمنى البنات اللي ما كتصدقش معاهم المعقوده يجربوا غير هذه الطريقه هذه، راه كتصدق مع راه يعني يتبعوها بالتفاصيل وراه غتصدق معاهم ان شاء الله. فكان هذا هو الفيديو ديالنا، ونتمنى انه يعجبكم وديروا لي شي لايك وكومونتير يكون زوين. وشكرا لكم، لا يخطيكم، تبقاو على خير، مع السلامه.